عبد الحسين عبد الرضا وطارق العلي يدعمان حسن حسني في أبو ظبي. كان عنصر مهم في أنه يسحب الطاقة السلبية اللي كانت موجودة فينا في بداية التصوير. بعد سنة من الإعلان عن فكرته والبدء بتصويره، أقيم يوم الخميس الماضي العرض الخاص للفيلم الإماراتي ضحي في أبو ظبي استعدادا لطرحه بالسينما. نجوم العمل وأشهرهم حسن حسني في تجربته الأولى في السينما الخليجية تواجدوا على الريد كاربت وأعلنوا رسمياً عن إطلاق الفيلم للجمهور. تعبنا من الألم، نبغى نضحك. فعلا الأجواء على الريد كاربت كانت كلها فرح، وبطل العمل أحمد صالح وصل على الافتتاح ومعاه أولاده. مش عارفين بالضبط شو هو الريد كاربت، لكن هم حاطين في بالهم ان هذا فرح بابا ونحن لازم نحضره. الفرح ده شهد دعم كبير جدا من ممثلي الخليج اللي حرصوا ان هم يكونوا موجودين في السكرينينج، زي عبد الحسين عبد الرضا وطارق العلي. هذا اللي احنا نبيه، السينما الاماراتيه مو بس افلام قصيره، لا نبي نشاهد افلام كبيره. ايش حق حاطين دور عرض عشان افلام بس اللي برا يستاهلون؟ احنا اسسنا قاعده جماهيريه تلفزيونيه، والان نسعى لتاسيس قاعده جماهيريه سينمائيه. الكل كان مستني بطل العمل حسن حسني اللي وصل متاخر على الريد كاربت، لكن الكل كانوا مستمتعين بالعمل معاه. كان عنصر مهم في انه يسحب الطاقه السلبيه اللي كانت موجوده فينا في بدايه التصوير كلها، ويثرينا بطاقه ايجابيه جميله جدا غايه في الروعه. انا قبل سويت مسلسل خليجي معاه اللي كان خالي وصل مع طارق العلي وحسن حسني، كانت تجربه جدا رائعه، فاكيد الحين راح يبهرنا بالحس الكوميدي ماله. وفعلا الكوميديا كانت حاضره في كل مكان، فلفتت نظرنا عربيه صفراء بتستقبل الناس على المدخل. فايه قصتها؟ السياره هو شخصيه ضحي، هذا مع انه عايش في العصر الحديث لكن عنده يعني كلاسيكي عصامي، كل شيء عنده بدا من الصفر. نروي الانسان طبعا في قالب كوميدي انه يقدر انه ينجح ويتخطى العقبات ويوصل ويتطور ويغير الفورد هذه لسياره افخم. على فكرة الفيلم مش راح يكون آخر محطات ضحي، أكيد راح يكون في مغامرات تانية جديدة في أبو ظبي، وبدأ فريق العمل أنهم يشتغلوا على الأفكار، وراح يكون في نجوم تانيين من الخليج العربي.